أعزائي المشاهدين، تغطية إعلامية من جريدة الجمهورية نيوز الدولية، برنامج صناع الأمل من داخل حفل الموظف المثالي والموظفة المثالية التي تنظمه نقابة الجمارك. معنا شخصية محترمة، شخصية خدومة، معنا رئيس النقابة الأستاذ حسن خميس. أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. أهلا وسهلا بحضرتك يا أستاذ محمد، وأهلا بالطاقم الجميل اللي معاك، ومتشكرين جدا لتواجدكم هذا الحدث. نشكرك جدا أنت والكرو بتاعك. الله يخليك يا فندم. حضرتك يا فندم ادينا كلمة كده، رسالة قوية للموظف المثالي والموظفة المثالية. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. النهارده يقام حفل تحت قيادة السيد أستاذ وكيل أول وزارة رئيس مصلحة الجمارك أستاذ شحات غطوري، وتحت القيادة النقابية الكبيرة سيادة النائب عادل عبد الفضيل رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والجمارك والضرائب ورئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب. وكان تعليماتهم دايما ان احنا يعني نحفز السادة العاملين لإعطاء أكثر قدر ممكن من العطاء في العمل، وذلك لزيادة الموارد خاصة بزيادة الحصيلة للسادة العاملين بمصلحة الجمارك بالإسكندرية وجميع العاملين بالجمارك كلها. وده كان ناتج منه ان احنا يبقى في زيادة حصيلة تعود على مصرنا الحبيبة بالخير واليمن والبركات ان شاء الله. فندم، مجهود محترم من اعضاء النقابه ومن حضرتك بصفتك رئيس النقابه، مجهود محترم، رسمه بسمه امل للموظف المثالي، وحضرتكم عملتوا بسمه لوجوه الموظف المثالي والموظفه المثاليه. مجهود محترم. عاوز كلمه من حضرتك توجهها لاعضاء النقابه. اولا احب اشكر جميع اعضاء النقابه فرد على المجهود الكبير اللي حضرتك شايفه النهارده في الحفل. مجهود محترم فعلا، وده نتاج ان كان في خليه عمل شغاله فيها احنا كاعضاء النقابه كلنا كان راجل واحد، بدون ذكر اسماء جميع اعضاء النقابه جميعا يعني كلهم. ده باين ما كانش في فرق ما بين رئيس واعضاء، كلنا كنا اسره واحده بنتعامل لاخراج هذا الحفل الجميل اللي حضرتك شفته، واللي ان شاء الله يكلل بالنجاح ان شاء الله. ودايما احنا بنحاول نكون نعمل حاجه تليق بموظف مصلحه الجمارك، لان ده يعني حاجه بسيطه احنا بنقدمها له على التعب اللي بيتعبه عشان نوصل للمستوى اللي احنا، لان احنا نعتبر مصلحه سياديه، وبالتالي لازم نعمل حاجه تليق بينا كعاملين بالدوله وعاملين بمصلحه الجمارك عامه. شكرا. متشكرين يا فندم، وحضرتك منور الدنيا وشرفتنا، ومجهود محترم من اعضاء النقابه كلهم ومن رئيس النقابه الاستاذ حسن خميس. شكرا يا فندم، شكرا لحضرتك وتغطية هذا الحدث، واشكرك انت وطاقم حضرتك الجميل، ودايما كده بظهرنا في اي حدث لنقابه جمارك اسكندريه. وبشكر حضرتك وبشكر كل الزملاء الافاضل اللي بيغطوا الحدث مع حضرتك. شكرا. تغطية إعلامية من جريدة الجمهورية نيوز الدولية وبرنامج صناع الأمل من داخل حفل الموظف المثالي والموظفة المثالية. إلى اللقاء مع شخصية مصرية جديدة.